السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، طبتم وطابت أيامكم. اليوم بإذن الله نطرح عدة رؤى قصيرة نتعرف فيها على معاني رموز مهمة. كثيرا ما تتكرر في الرؤى، نتعرف على معاني جديدة لهذه الرموز. الرؤية الأولى وضعت لها عنوان حوار مع إبليس. هو عنوان غريب لكنه ينطبق على الرؤية وتعبيرها بإذن الله بسيط. يقول الرائي: رأيت أني أجلس على ترابيزة مستديرة، وفي الجهة المقابلة يجلس إبليس، وكان على هيئة دخان كثيف أسود بلا ملامح. فقلت له: أنت عصيت رب العالمين، وأنت مخلوق ضعيف في ملك الله الكبير، وأنت خسران وعمرك ما هتكسب، فلماذا مستمر على هذا الغباء؟ ارجع وتوب إلى الله وسوف يتوب الله عليك، لأنه هو التواب الرحيم. فهز رأسه موافقا لي وأن كلامي صحيح، ولكنه أخذ قراره ولن يرجع فيه، وانتهت الرؤيا. الطاولة المستديرة ترمز إلى طاولة الحوار أو طاولة التفاوض في مجال العمل، وبالتحديد في مجال البيع والشراء، وسوف أوضح لماذا بالتحديد في مجال البيع والشراء. في المقابل يعني الجهة المنافسة التي تنافس الرائي في مجال عمله. على هيئة دخان كثيف، الدخان من صفاته الانتشار والانتشار السريع، فهذه الجهة المنافسة للرائي لها انتشار كبير ولكن بدون ملامح، أهدافها غير واضحة. كل هذه النصائح التي قدمها الرائي تؤكد أن هذا الرائي يتقي الله سبحانه وتعالى في مجال عمله. وقوله: أنت أكيد خسران وعمرك ما هتكسب، من هذا اللفظ نتأكد أن تعبير هذه الرؤية في مجال البيع والشراء والمكسب والخسارة. لما عبرت هذه الرؤية لصاحبها أكد لي أنه بالفعل يعمل في مجال البيع والشراء، وأنه يتقي الله سبحانه وتعالى في عمله، ولكن احتراما لرغبة الرائي لا أذكر تفاصيل أكثر من ذلك. رؤية ثانية: اتصلت بي أخت تقول لها صديقة تتكرر عليها رؤية قصيرة وتراها كثيرا وتسبب لها القلق. تقول: ترى دائما كأنها تخرج من كف يدها دود أبيض صغير، وتنتهي الرؤية. قلت لها: هذه الرؤية تدل على الحمل والإنجاب وكثرة الذرية لهذه الرائي. قالت: فعلا هي حامل. كف اليد عندنا في مصر يسمونه بطن اليد، فلذلك يكون التعبير بالتشبيه. بطن اليد هو بطن الحامل، بطن المرأة الحامل، وإخراج الدود بمعنى الإنجاب وكثرة الذرية. رؤية ثالثة قصيرة تقول لي الرائية: رأيت كأن في صالة بيتي دماء كثيرة، كأن الصالة مليئة بالدماء، وتنتهي الرؤية. فقلت لها: معناها أنك تدخلي إلى بيتك مال فيه ربا. قالت: فعلا احتجت إلى المال فاضطررت إلى أخذ قرضا ربويا. من أين أتى معنى أن الدم الكثير يدل على مال فيه ربا؟ من حديث الرؤيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا فيه رجل يسبح وآخر يقف على شاطئ النهر، وقد جمع عنده حجارة كثيرة، فإذا السابح يسبح ما سبح ثم يأتي على شاطئ النهر عند الرجل الذي قد جمع عنده الحجارة، فيفغر له فاه، يعني يفتح له فاه، فيلقمه الحجر فينطلق فيسبح، ثم يعود إليه مرة أخرى، فكلما عاد فغر له فاه فألقمه حجرا، وهكذا إلى يوم القيامة. وفي نهاية الحديث قال الملكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الذي يسبح في نهر الدم ويلقم الحجر فهذا الذي يأكل الربا. وهذا شكل من أشكال عذاب البرزخ أو عذاب القبر لآكل الربا. رؤية رابعة: كنت قبل فترة على أحد المنتديات فكتبت لي رائية: رأيت كأن عندي قطة سوداء وكأنها تلعب عندي في الحوش وتحدث ضجة أو تحدث اضطراب. فقلت لها: معنى هذه الرؤية أن عندك ألم في بطنك وتحتاجي إلى مراجعة طبيب أو إجراء بعض الأشعة. قالت: فعلا منذ فترة وأنا عندي آلام في البطن، ولكني لم أذهب إلى أطباء بعد. القط هو النصيب. قال الله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط هو نصيب الإنسان من أي شيء من ألم أو فرح إلى آخره. سوداء يشتق منها سوء وداء. في الحوش، الحوش يساوي الحشا أو الأحشاء، وهي منطقة البطن. والله تعالى أعلى وأعلم. عسى أني أفدتكم بشيء ولو بسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.